طبعا هاي اللي انتم شايفينها عملة، وصعب حدا لما تعمل هاي الحركة يتوقع شو راح تطلع، بس راح يعتمد على الحظ. بس اللي متأكد منه انه يا صورة يا كتابة راح تطلع. فاللي بدي احكيه انه الصقر مش عملة، الصقر واضح وصريح، لا بلف ولا بدور. انا بس على السوشيال ميديا فور فن، بحاول احكي الكلمة الطيبة، نضحك هالعالم على الواقع الساخر، نفيد قدر المستطاع، ننهى عن المنكر، نؤمر بالمعروف قدر المستطاع. يعني محاول اني انال الشرف او نحاول نخفف الفتن اللي قاعدة تصير. فعشان هيك الى الذين ينتظرون سقوط بنطلون الصقر، صدقوني ما راح اخليها في نفسكم. استنوا شوي، ها دقيقة براس مربع، ها الكاميرا وقعت، ها دقيقة، ها ولا يهمك، ها هاي شوف هاي بنطلون الصقر كيف هسا براس مربع براس مستطيل. شاهد ان الصقر يفعل اشياء غير اخلاقية على الفيديو. شو الغير اخلاقية؟ شو هي طالما في شيء، ها شو في؟ بعدين الحرب خدعة، لابس بنطلون تاني بوما. لا لسه مخلصتش، استنى شوي. تعرف شغلة؟ الإنسان راس ماله بتعرف شو؟ مبدأه وكرامته وشرفه. وإذا سقط واحد من هاي الأشياء فالإنسان كله على بعضه ملوش لزوم. أي يلا روح. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالصقر، يا هلا بطير شلوى، يا هلا بالحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي وأشواقي إلى أحلى خالاتي لمحليات حياتي، وتحية للصقور اللي انتوا الأساس والباقي شنط وكياس. وين لايكاتكم؟ وين تفاعلاتكم؟ وينكم مختفيين؟ ما انتوا عارفين القناة مقيد والروس المربع مشتركيننا في حالنا والمستطيل، وبتتابعونا على الفيسبوك. إيد واحدة بتزقفش، زقفوا معاي، زقفوا عشان نزقف على الروس المربع والمستطيل والمثلثة. شو مالنا؟ ماله؟ طبعا يا جماعة الخير، أنا في 2020 عملت حلقة خرافية وكل واحد حضرها فقع ضحك، اللي هي الغباء أشد من الوباء. وكان قصدي فيها إنه الوباء يعني معروف فيروس ومعروف يعني حيقدروا يسيطروا عليه ويلاقوا له بالأول والأخير علاج. بس الغباء صعب إنك تسيطر عليه، لأنه كل يوم بيطلع لك بقصة جديدة، كل يوم بيطلع لك بفن جديدة. يعني الإنسان ربنا كرمه بعقل، تمام، بس هو الإنسان قرر بمحو إرادته إنه يتخلى عن عقله هذا للأمانة. يعني فيعني أنا اليوم قاعد بتصفح بجد خبر من القناة شوف الهبل، سموها شوف الهبل، خلص الصحفية ولا الصحفي اللي كتب هذا الخبر أو يعني مش عارف شو أوصفه يعني في هذا الخبر اللي انتم شايفينه. طبعا بالمناسبة السعيدة هذا حقيقي مش فوتو طز، تمام، هذا فوتو حقيقة. شو كاتب؟ مغربيات يحكمن ملاهي ماركينو فاسو وأجورهن عالية تحت حماية مسلحة ضد الدعديش والدمداديش. سيبونا من الدعديش والبلاديش، هاي المؤامرات اللي عملوها لتشويه الإسلام، وخلينا في الخبر. خلينا بالخبر. صحيفة مغربية قاعدة تتفاخر في إنه المغربيات يحكمن الملاهي. وعزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، الملاهي مش السيسو ولا ركبني المرجحة ولا السحاسي. الملاهي اللي سيك ساك سوك، سيك ساك سوك والديسكو والليالي الحمراء. مبسوطين؟ انتوا مع مين؟ انتوا مع المغرب ولا ضد المغرب ولا انتوا ايش فيه؟ فعلا انكم قناة شوفوا الهبل، يعني عيب عليكم. إساءة واضحة وصريحة لبنات المغرب، يعني بصراحة انتوا مش طبيعيين. طبعا هذا ليش موجود، وفي كتير بنات باعوا انفسهم بكل بلداننا للاسف لانهم بعاد عن الدين، والله يهديهم. بس انك تنشر زي هيك خبر تتفاخر ومبسوط فهذا الاشي، فاحنا وصلنا لمرحلة انسوا يا جماعة. انو غباء اشد من الوباء، انا مش عارف شو اوصف للامانة. يعني عيب عليكم. هاي اساءة لبنات المغرب المحترمات، اساءة لابناء المغرب المحترمين. سيبك من السياسة وسيبك من اللي قاعد يصير والتضحيل. في ناس محترمين، في ناس حافظين للقرآن، في ناس تنهى عن المنكر وبتأمر بالمعروف حتى لو انهم كانوا قلال انت بنظرك. بكفي انه في ناس كويسة. هاي اساءة، والله ما بتستحوا. عيب عليكم اساءتوا لبنات المغرب. عيب الجمع عيب، ونقل الخبر بهيك طريقة عيب. يعني انا لا صحفي ولا اعلام، بس لو اني انا بدي اكتب هذا الخبر بقول إلى متى هؤلاء البنات سوف يبقون يسوءون إلى المغرب والشاهد ملاهي بوركينا فاسو زي هيك. ده أعلمكم. انت لو كان ما تنسكش من فمك مانيش عارف منين تنسك.
عارف ما شباب تتكلم يا انسبكتور، هاي يلزم فمك. ها بصراحة من يوم طلع إذا بشوف جزائري أو جزائري بيطلع وبرد على هاي القناة فعلا راح يعني مش عارف شو أعمل فيك، لأنه شو أغبياء بدك ترد على أغبياء خلص بكفي يعني بدك أكثر من هيك خبر بتفاخروا فيه وبيسيئوا فيه لبنات المغرب. كل الحب والاحترام لأخوتنا وأخواتنا في المغرب. لوين رايحين إحنا؟ عشان تفاعل ولا عشان تلفت النظر ولا عشان تعطي مادة يتخوتوا عليكم؟ صقر بالزمانات قالها افصلوا النت عن العربي المتخلف، ما حدش رد علي. قال لكم الصقر ان الوطن العربي اصبح مصح امراض عقلية 70%، ما حدش رد عليه. هيكم قاعدين تشوفوا. عيب عيب عيب، السيئين بيمثلوش الا انفسهم. وتحياتي لبنات المغرب وشباب المغرب الحرين الطيبين. كاميرا بابا، كاميرا بابا. وهسه حابب افقع تحيه للطوارئ، احلى طوارئ، احلى طوارئ. هسه براس مربع ومراس مستطيل بقول لك شماله بحيي طوارئ المستشفى. لا يا عمي، لا مش طوارئ المستشفى. الله يا رب ما يدخلكم اياها ويشفي المرضى يا رب ويرحم الموتى. لا انا بحيي الطوارئ اللي انا قاعد بدلعهم، اللي موجودين في صحراء الجزائر، الطوارئ الذين ينتمون الى الامازيغ، الطوارئ اللي معروفين بإيما جيجن، يعني الرجال الاحرار، ومعروف تاريخهم. وطبعا موجودين اغلبهم في صحراء الجزائر وفي ليبيا وتشاد ومالي والنيجر، بس اكثرهم موجودين وين؟ في صحراء الجزائر يعني وجزائريين. وطبعا الطوارئ شفت لهم كثير فيديوهات عم بوجهوا رسائل للافارقه اذا بدهم يتعدوا الحدود وقالوا لهم احنا موجودين. وطبعا الطوارئ روحوا اقروا في تاريخهم تعرفوا افعالهم قبل أقوالهم. طبعا الطوارق معروفين عند الأوروبيين وخاصة الفرنسيين والمستعمر الفرنسي بأنهم الرجال الزرق، لأنهم كانوا يتلثموا بشلات زرق أو قطعة قماش زرقاء، تمام، أو كوفيات زرقاء، بعرف شو بتسموها عندكم يعني. فاسألوا المستعمر الفرنسي في عام 1881 لعام 1926 ماذا فعلوا بهم الطوارق في صحراء الجزائر، واللي حاربوه المستعمر الفرنسي ومنعوا تمدده في صحراء الجزائر. اسألوا المستعمر الفرنسي شو أذاقوهم هؤلاء الرجال الأحرار الطيبين. والطوارق معروفين وناس مسلمين وناس رجال وأحرار، وتحية إلكم وكل الحب وكل الاحترام والتقدير إلكم. انت هون بتعرف انه في الجزائر ابن الشتاء وابن الربيع وابن الصيف وابن الصحراء وابن الجبال وابن السهول والأودية والأنهار والبحار والمحيطات واحد، وقلبه عبلده. فهذا الشعب بتحترمه. كل الحب كل الحب إلى أصحاب نظريات المؤامرات اللي بتابعوني بصمت. شو والله بحزن عليكم. سلام سلام. وتحيا الجزائر والله يرحم الشهداء ولن يسقط بنطلون الصقر.